السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. النهارده بقى من اكلات الشتاء الجميلة اللي احنا بنحبها كلنا. انتوا عارفين طبعا الشتاء ده له اكلات مميزة، سواء العدس، القرنبيط، الكرنب، اساسيات معانا كده في الشتاء ما بنعرفش ما نعملهاش ما ناكلهاش، لا صعب يعني. فطبعا ومن ضمن الاكلات دي ان هي اصلا طعمها بيبقى حلو، في نفس الوقت بياكل، يعني لما تعمليها وتقعدي بتاكلي بتفتحي فيها. فتعالي بقى نشوف الكرنبيط الحلو ده هنعمله ازاي. طبعا الكرنبيط ده انت بتجيبيه بصي وبتقطعيه حسب ايه الورد، عايزه تقللي اكتر من كده تفتحي دي على اتنين مثلا وكده، انا بحبها كبيره كده. فانت بتقطعي القطعيه بتاعتك كده. انا جيت وقطعت الكرنبيطه. هقول معاكم المقادير بسرعه، بس بعد كده هنبدا نشتغل واحده واحده. ادي الكرنبيط بتاعنا: لبن، نشا، دقيق، بيض، خل، الخضره يا جماعه طبعا احنا لسه هنغسلها ونقطعها المتاحه عندك. عايزه تحطي شبت حطي، عايزه تحطي بقدونس حطي، عايزه تحطي كزبره خضراء حطي. فانا اللي متواجد عندي حزمه بقدونس وحزمه كزبره، دول انا هقطعهم وانضفهم وهشتغل بيهم. وطبعا البهارات اللي احنا شغالين بيها: ملح، فلفل، كمون، كزبره. دي الاساسيات معانا في في الاساسيات معانا في الكرنبيط. تعالي بقى نشوف هنبدا نعمل ايه. بصي بقى يا ست البنات، ست الكل، بصي بقى احنا هنعمل ايه. طبعا الميه بتاعتنا بتغلي، هبدا انزل بالكرنبيط بتاعنا كده في الميه اهي كده، وتنزلي بالكميه بتاعتك كلها اهي كده اهوت. طيب واحنا كده نزلنا بالكميه بتاعتنا هنعمل ايه؟ بصي بقى كده هنعمل ايه. هتنزلي برشه لبن، وما تستغربيش رشه اللبن دي بتنزل اي حاجه موجوده في الكرنبيط، وفي نفس الوقت بتديله لون حلو. تاني حاجه رشه كمون. وبقول لكم سبب كل حاجه احنا بنحطها ايه. الكمون طبعا معروف من اكلات الشتوي الجميله، وفي نفس الوقت دي للقول بتتعب القولون شويه، بيحصل انتفاخات في المعده، فاحنا بنحط الكمون ده بيقلل الانتفاخات بحيث تاكليه تبقي مرتاحه. كده بقى احنا هنسيبه يتسلق، وتعالي نحضر احنا هنعمل له التتبيله بتاعته ازاي. وبكده حبايبي احنا سلقنا الكرنبيط اهو، طبعا هنسيبه على جنب. تعالي بقى نعمل الخليط بتاعه هنا اللي بنعمل بيه الكرنبيط. طيب هو عباره عن ايه؟ في الاول خالص هتجيبي البيضتين بتوعك اهو، بس بيضتين. طيب عايزه نحطها دلوقتي طبعا عشان الزفاره، هنحط رشه فلفل اسمر على فكره، وهحط بردك معلقه خل عشان تضيع الزفاره معايا خالص. طب نقلب كده البيضتين اهو. طب بعد البيضتين دول هنعمل ايه؟ بعد البيضتين دول بصي كده تمام اهو نضربه. هجيب كوبايه اللبن الحلوه دي هنزل بيها، ادي كده ايه، كوبايه لبن. نقلبهم كده مع بعض. بعد زي كوبايه اللبن احط كوبايه دقيق. بصي اهو، افضلي قلبي كده لحد ما الدقيق بتاعك كله ايه، بيدوب معاكي. بس يبقى ناعم قوي كده كده، عشان ما يبقاش معايا اي تكتلات خالص في الدقيق اهي. بصي اهي. طيب وهي كده بقى هنعمل ايه؟ وهي كده بقى هنحط ايه، معلقه خل عشان برضك ما احسش باي ريحه زفاره. ما احنا حطينا معلقه فلفل اسمر، وهنحط ايه، معلقه خل كده خفيفه. طيب بعد معلقه الخل دي بقى هتعملي ايه؟ هنبدا نحط البهارات بتاعتنا اللي احنا هنحطها. طب البهارات بتاعتنا هنا ايه؟ طبعا البهارات بتاعتنا هنا معروفه جدا للناس كلها، ما فيهاش اي افتكاسه. اي اضافات تانية بقى اي حد تاني بيحطها وده طعم هو بيحبه، لكن العادي اللي احنا كنا بنعمله زمان هو ده. بس كده اهي، دابت خالص كده. طيب هنبدا بقى ايه، ناخد ايه، الملح بتاعنا. ادي الملح اهو. طيب بعد الملح هنجيب ايه، طبعا هنا يا جماعه انا مهتميه بالكمون، انا قلت عشان القولون وهو في نفس الوقت بيديها طعم. هتحطي كده رشه كمون اهي، ومعاها رشه كزبره اهي. اللي عايز يحط بابريكا يحط كده اهو. طيب احنا كده قلبنا البهارات، فاضل معانا بقى ايه، عشان تبقى نافشه كده حلوه ومحمصه، تبقى معاكي مقرمشه من بره. فاضل نحط ايه،
النشا. طيب اهي كده اهو، هننزل قلنا النشا معلقه نشا كبيره اهي، ما تزوديش عن معلقه كبيره اللي هي معلقه الاكل كده اهوت. كل حاجه بننزلها بنقلبها الاول عشان نضمن انها تتجانست مع الخليط اللي احنا بنعمله كده اهو اهو. بصي الخليط بقى عامل ازاي اهو، فك كله. طب بعد كده بنعمل ايه بعد ما حطينا النشا؟ بعد ما حطينا النشا بقى هننزل ايه بالخضره بتاعتنا اهي. الخضره بتاعتنا بقى لو فيها شبت ماشي، كزبره خضراء ماشي، بقدونس ماشي، طبعا بتبقى جميله قوي كده. احنا دوبنا كله مع بعض اهو. بصي الخليط عامل ازاي. طيب عشان تحسي بقى بطعم الخلطه دي والحاجات اللي احنا حطيناها هتعملي ايه؟ هجيب بقى الكرنبيط بتاعي الحلو ده، بصي بيض ازاي، بصي لونه غير ازاي اهي. انزلي كده بيه اهو كده اهو. وقبل ما تقلي بقى اسيبه شويه في الخلطه، يعني انا بعملهم حبه حبه، اسيب كده في الخلطه يتشرب شويه. قلبي كده اهو، قلبي فيه مش هيحصل له حاجه. وبالنسبه للسليق بتاعه يا جماعه انت ما بتهريش قوي ولا بتخليه ناشف، يعني الوسط حلو في كل حاجه كده. احنا هنسيبه في التتبيله دي شويه وبعدين نقلي. على فكره انا بقعد ربع ساعه في التتبيله دي لان انا بعمله بدري شويه، فهو ربع ساعه واقعد انقل من طبق لطبق لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كده. انا هسيبه. تعالي بقى نحضر الزيت والم المواعين مع بال ايه يقعد شويه في التتبيله كده يا حبايبي. بصي الكرنبيط قعد ايه بتاع ربع ساعه في الخلطه. طبعا انت بتجيبي الطاسه بتاعتك وبتحطي فيها زيت. بصي كده، وطبعا تبقي مسخنه الزيت جامد يعني. بصي طبعا من الاكلات الجميله اللي انت ممكن تقلي جنبها برضه طبق بطاطس، بس مش هنقور بقى، مش هنقلي بطاطس، ممكن تعملي طبق جبنه قديمه، جبنه قريش، وتاكلي بقى احلى طبق بتنجان. وعلى فكره ده مع العيش سخن كده ما اقولكيش. يا حبايبي احنا هنا وصلنا خلاص، انا قليت الكميه بتاعتي. بصي عامل ازاي، بصي اللون، بصي من جوه عامل ازاي، بصي الجمال. طبعا كده وهو سخن كده حاجه ايه. بصي بصي عامل ازاي من جوه، بصي الجمال. ده بقى ايه جنبه كده طبق جبنه قديمه، طبق بطاطس، طبق فلفل مقلي طبعا. وجيبي العيش بتاعك السخن الجميل ما اقولكيش بقى على الطعم. ما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ميرسي قوي ليكوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.